يا جماعة النهاردة هنعمل الرز الأحمر بتاع السمك المشوي، مش السمك المشوي بس، كمان السمك اللي بالزيت وبالليمون والسمك المقلي. أنا عن نفسي من عشاق الرز ده. يا نهار أبيض على شكله مع السمك، حاجة تفتح النفس. وهنقول بسم الله، وهتجيبي شوية زيت في الطاسة أو في الحلة وتبدأي تنزلي ببصلة مبشورة. ايدك في البصلة علشان ما تغمقش، أنا عايزة تاخد اللون البني الغامق شوية، مش اللي هيديكي طعم المرارة. خدي بالك البصلة لو غمقتيها هتديكي طعم مر شويه. فايدك كده في البصل هتلاقي بصي بتاخد اللون الجميل اللي انت شايفاه دوت. طبعا بقى في ناس بترش ملح وفلفل اسمر مع البصله لما تيجي تشوحها. حابه تحطي الملح والفلفل الاسمر من الاول اوكي، لكن بصي انا مش هحطه دلوقتي. المهم البصله هتاخد معايا اللون اللي انت شايفاه دوت. في الوقت بقى لما البصله توصل للدرجه دي بالظبط، انزلي بقى بشويه الميه، ميه عاديه خالص، ميه بارده مش ميه سخنه ولا ميه ساقعه. بالنسبة بقى لمقدار المية حسب مقدار الرز، يعني انت لو بتعملي كوبايتين رز مصري هتحطي حوالي كوبايتين مية. ده في حالة لو انت بتحبي الرز يبقى مفلفل ما يبقاش طري، اما في ناس بتحب الرز يبقى طري شوية، يبقى هتحطي كوبايتين الرز عليهم كوبايتين وربع مية. تمام. بالنسبة بقى للتركة، فصين التوم المهروسين يا نهار ابيض، بيودوا الطعم في حتة تانية يا جماعة، وبيخلوا ريحة الرز ده خطير بجد بجد بجد. انا ما كنتش بعملها، بس في واحدة صاحبتي حبيبتي قوي هي اللي قالت لي على التركة دي، اللي هم فصين التوم المهروسين. يا ترى انت بتحطيهم في الرز ولا لا؟ لو ما بتحطوهمش قولي لي، طيب ايه التركة الجديدة اللي انت ممكن تضيفيها للرز الاحمر؟ يا ريت تكتبها لي في تعليق وانا هنفذها بردك في فيديو. وكمان حطيت قرن فلفل اخضر كده مقطعه حتت، وطماطمايه ضرباها في الكبه او مبشوره. الطماطم طبعا ده اساسي. وعشان تدعمي الطعم واللون شويه ممكن تحطي نص معلقه صغيره من معجون الطماطم. البهارات بقى الملح والفلفل الاسمر، وطبعا اساسي الكمون، ورشه صغيره من القرفه. بس بصي انا مش هحط قرفه دلوقتي مطحونه، هقولك هعمل ايه. خلاص بقى كده انا حطيت البهارات، هتقلبي طبعا الملح والبهارات ديت عشان لما تنزلي بالرز ما يبقاش الملح قاعد في قعر الحله. قلبي بقى كده البهارات بتاعتك والملح لحد ما تضمني ان هما دابوا، وتستني الميه تغلي. اوعي تنزلي بالرز دلوقتي، بعد ما الميه بتاعت الرز دي تسخن وتغلي كويس انزلي بقى بالرز اللي احنا غسلينه ومصفياه. الاكله دي ممكن تعمليها برز بسمتي، بس هتزودي طبعا كميه الميه لان الرز البسمتي بيحتاج ميه اكتر من الرز المصري. تمام. خلاص نزلتي بقى بكمية الرز، غطي على الرز ده لحد ما يتشرب خالص. هتديله بس تقليبة واحدة قبل ما تغطي عليه، وبعد ما يتشرب هتوطي بقى النار وتحطي له الشياطة علشان ما يتلدعش منك. تمام. وتديله بردك تقليبة بعد ما يتشرب. وبعد كده بقى يا ستي هتقدميه بقى بالشكل اللي انت شايفاه مع السمك بقى، بيكون خطير. بصي انا هنا بحط ايه، عود قرفة عشان ما عنديش القرفة المطحونة، فهحط عود القرفة. وطبعا لما يتشرب برفع عود القرفة من الرز. بكده انت طبعا خلصتي وصفة الرز الاحمر الخطير اللي ريحته جايبة من اخر الدنيا. تقدري طبعا تقدميه مع كل انواع السمك، وكمان في ناس بتحبه قوي مع الخضار. وبألف هنا على قلبك.